مرحبا مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية. هذا أبرز عنوانها: روسيا ترغب في تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية بشكل أكبر. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. في قمة روسيا الإفريقية الثانية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في تعزيز العلاقات بين روسيا والمغرب ومواصلة الحركة التي بدأت في زيارة الملك محمد السادس لروسيا في عام 2016. كما أشاد بوتين بالإجراءات الهامة التي اتخذها الملك محمد السادس لتخفيف التوترات العالمية بشأن المنتجات الغذائية. رئيس الحكومة المغربية السيدة خنوش أكد التزام المغرب الدائم بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وروسيا قد تعززت بشكل كبير منذ زيارة الملك محمد السادس لروسيا في عام 2016. وتم في تلك الزيارة إرساء شركات استراتيجية تشمل مجموعة واسعة من المجالات، مثل الزراعة والطاقة والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم العالي. يأتي اجتماع القمة الروسية الإفريقية الثانية في ظل سياق دولي مضطرب وغير واضح المعالم، حيث يشهد العالم اضطرابا وتصاعد الصراعات والتوترات في عدة مناطق. وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية وبناء تعاون مبتكر يعزز التنمية ويعزز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وتعتبر المملكة المغربية أن هذه القمة فرصة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية على مستوى الأمن الغذائي والطاقي في القارة الإفريقية. وتؤمن المغرب بأهمية تكثيف الجهود وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه التحديات وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق أمن الغذاء والطاقة في القارة. تهدف هذه القمة أيضا إلى إطلاق مجالات تعاون جديدة وابتكارات بين روسيا والدول الإفريقية، والعمل على تعزيز التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وتعتبر روسيا والمغرب شركاء استراتيجيين، وتتطلع المغرب إلى تطوير هذه الشركات لتحقيق التقدم والازدهار للجانبين.